طيب يبقى قلنا دلوقتي ان العطش مهم جدا في رمضان، ولازم اعرف علامات العطش. علامات العطش يقول لك انا عايز اشرب او انا عايز محتاج لميه، يبقى انت كده فقدت كيلو على الاقل. ولكن احنا بشكل عام لازم نعرف احنا في رمضان من ضمن الحاجات الجميله اللي لازم نعرفها، بس يقول لك النور قطع بفرح، الدنيا حر بفرح. ليه بقى؟ عشان احنا عندنا العرق. العرق من ضمن الوسائل المناعيه الجميله اللي تخليني اخلص الجسم من السموم المتراكمه في جسمي. يبقى العرق هيخليني اخلص ال 600 800 ماده سامه هيطلعوا عن طريق 2 مليون فتحه في الجلد بتاعي، مش هيتفتحوا ولا هيطلعوا اللي جواهم الا لما اعرق. يبقى حتى لو عندنا تكييف لازم اعرق ساعه ساعتين على الاقل وانا صايم. الحاجه الثانيه، لازم انا ما دام انا بعرق لازم اعرف ان العرق ده لازم يتعوض بميه بعد كده. يبقى لازم العطش معناه ده خطر. يبقى كمان من العطش الاقي فيه جفاف في الفم او جفاف في الجلد، وانا ابص عليه الاقي شفايفه ناشفه، جلده مش بيلمع، عينه ابتدت الاطفال الصغيرين ابتدت تدخل لجوه. دي كلها علامات العطش او نقص سوائل او جفاف. في علامات اخطر الاقي هو انا عارفه طبيعته ازاي، ولكن يوم من ساعه ما صحي الصبح وراح المكتب بتاعه او من ساعه ما قال صباح الخير بيتخانق وبيزعق مع اللي في البيت وفي الاسانسير وفي الشارع وفي البارور وفي الشغل والكلام ده. يبقى هو اصبح عصبيا. اصبح عصبيا دي من علامات العطش، من علامات نقص السوائل والجفاف. يبقى تغيير المزاج، تغيير المزاج ده خطر جدا. تغيير المزاج والعكننه والعبوس والغضب ده، يبقى هو ده انت ممكن يكون ده سبب مهم جدا، هو نقص